السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمله مع بعض بطريقة جديدة للصدوق. هنعمله زي العيش السوري بالظبط. أول حاجة كده معايا ده رغيف عيش عادي، أنا قسمته من النص. هروح جاي بعد ما أطلع المكونات دي وخطوة خطوة هبدأ ألفه كده زي ما أنتم شايفين زي العيش السوري بالظبط، وأحط على الجريل. أول حاجة هنعملها مع بعض، آخد الصدوق ده عشان أضيع منه الدهون اللي فيه. حطيت مية على النار وأبدأ إن أنا أنزل بيها كده عشان يتسلق. انزل بالكميه دي كده كلها، ولازم ياخد معايا سلقه. الدهون اللي فيه نسبه الدهون تقل، وخطوه خطوه مع بعض اقول لحضراتكم. بعد ما سلقناه بصوا بالشكل الجميل ده، حاجه في منتهى الجمال. السمين بتاعه راح وشطفته كويس، وعلى فكره انا ما قعدتوش ياما في ميه السليق عشان ما يفرقعش. يعني بالظبط المده بتاعته 5 دقائق او 4 دقائق بالكتير. هنا معانا الزيتون، التوابل بتاعتنا الحلوه، جنزبيل، معانا فلفل اسود، سن الكمون، قرفه، ومعانا توابل لحمه، ومعانا شويه ملح، معانا طماطم وبصل، ومعانا هنا الزيت. اول حاجه هنعملها اخد الزيت كده زي ما انتم شايفين، المقدار الزيت بسيط، واخد البصلايه بتاعتي الجميله، ابدا ان انا اشوحها واديها تقليبه، وبعد كده انزل بالطماطم بتاعتي معايا. بعد ما البصله دبلت كده بالشكل الجميل ده، اخد الطماطم انزل بيها وابدا ان انا اديها تقليبه، واخد التوابل بتاعتي. ولازم الطماطم بتاعتي تدبل لولا ما انزل بالصدق. مع الطماطم بتاعتي لما دبلت بقت بالشكل الجميل ده، هنزل بقى اسمي الله كده، وانزل بالصدق اللي انا سلقته ده كده، وابدا اديله تقليبه كويس، واخد الزيتون بتاعي وانزل بيه عشان يديني طعم وشكل جميل. معانا بعد ما الصدوق استوى بالشكل الجميل ده، انا مش قادر اقول لكم الريحه بتاعته حلوه قد ايه، وشايفين الشكل الحلو ده ما فيهوش سمين ياما. اخد كده وادي الساندوتش بتاعي الجميل، ابدا اللي انا زي ما انتم شايفين كده هعمله الطريقه دي زي اكني العيش السوري بالظبط، واروح جاي حاطط كده، واخد اللي بعده. الطريقه دي ابتكار جديد، بدل ما احنا نكلف، والعيش السوري طبعا غالي، فابتكار جديد وطريقه مش مكلفه علينا، ولازم اصلا ناكله اي حاجه عشان احنا داخلين على ايام مفترجه. فانا قلت ايه اما افتكر لكم حاجه كده ايه جديده. هروح جاي لافف كده وحاطط كده، واخلص بقيه الكميه واوريها لحضراتكم. انا بعد ما لفينا الجريل حطيت فيه سنه من الإدام الزيت، واخد كده سندوتشاتي زي العيش السوري بالظبط. ارصص كده واسوي واوريها لكم بعد ما تطلع. شايفين الشكل الجميل ده اكني عيش سوري بالظبط، واحط على النار. وكده طبعا لازم نديله ايه سنه كده من الإدام عشان يحرمش ويديني شكل جميل وحاجه في منتهى الجمال. لازم اديله كده لمسه كده من زيت نضيف كده الذره، واوريها لكم بعد ما نقلبه شكله ازاي. كده احنا بنقلبه وبنديله ضغطه كده زي ما انتم شايفين، بدأ معايا ايه يستوى كده ويبقى جميل اهو. واوريه لكم بعد ما نطلع كله من السوا، اوري لحضراتكم. معانا بعد ما عملناه وخلصناه الشكل الجميل ده، عايز اقول لكم على حاجه اكنه عيش سوري بالظبط. يعني شايفين ولا؟ يعني عايز اوري حاجه لحضراتكم، هسمي الله كده. شايفين الجمال؟ مش عيش انا عامله، لا ده اكني عيش سوري بالظبط. وهنا معانا سلطه بتوم بشطه. ويا رب الحلقه تكون عجبتكم، وما تنسوش اشتراك القناه واللايكات والتعليقات عشان يوصل لكم كل حاجه جديده باذن الله وفكره جديده. واشوفكم في حلقه تانية على خير، وكل عام وانتم طيبين.